الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا جماعة. ان شاء الله هقول لكم في فيديو النهاردة على مشروع كويس جدا تعملوه في ظل الظروف اللي احنا فيها دي. طبعا المصاريف كترت جدا اليومين دول والحاجة بقت غالية جدا، فكله بيفكر في مشروع. فانا هقول لكم على فكرة مشروع ان شاء الله يكون مضمون وكويس جدا معاكم. ومش هقول لكم ايه هو بس، لا هقول لكم ايه اسراره ان شاء الله، وازاي برضو تقدروا ان انتوا تسوقوه. انا مش هقول لكم ان هو تربية الطيور بس وخلاص واسكت كده، لا، هقول لكم ان شاء الله ازاي يعني تكسبوا منه ان شاء الله، وازاي يكون سهل لكم حتى لو ما عندكوش امكانيات. يعني ما فيش مثلا فلوس، او ما فيش مكان كبير عندكم ولا حاجة. هقول لكم برضو تعملوا ايه، وهقول لكم تتصرفوا ازاي ان شاء الله. في الأول كده بس صلوا على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وحطوا لايك يا جماعة. القناة بتاعتي ضايعة خالص لأن مفيش حد بيحط لايك خالص. أنا بقالي سنة 5 سنين فاتحاها، والله يا جماعة ما خدت منها جنيه خالص، لأن مفيش حد بيضغط لايك. مش عارفة ليه يعني. المهم عشان ما اطولش عليكم، اضغطوا لايك لو تكرمتم. هقول لكم بقى المشروع اللي انتوا تعملوه يكون مضمون ليكم حتى لو ما عندكوش إمكانيات. الامكانيات دي سواء في المكان او في الفلوس. المشروع اللي انا اقصده يا جماعه هو تربيه الطيور لحد عمر صغير. ليه لحد عمر صغير مش لحد عمر كبير؟ لان زي ما قلت كده، لان بتكلم للي ما عندوش امكانيات. لما يكون نربي الطيور لعمر صغير ونبيعها، يعني مثلا الفراخ البلدي والبط لحد عمر اسبوعين، او الفراخ لحد عمر شهر. مش البيضه طبعا، انا ما بتكلمش عن الفراخ البيضه، لان انا قايله مشروع مضمون. الفراخ البيضه ديت يعني يا صابت يا خابت. لا، انا اقصد تربيه البط او الفراخ البلدي او الفراخ الفيومي. دي يا جماعه الفراخ الفيومي كله بيدور عليها دلوقتي. انا هقول لكم ليه تربوها لعمر صغير او لمده اسبوعين بس. ليه؟ لان اما انتوا تربوها لمده اسبوعين بس، اول حاجه مش هتاخد معاكم علف كتير، يعني فلوس التكلفه مش هتعلى معاكم. الكتاكيت والبط اما بيكونوا لسه طالعين من البيضه بياكلوا كميه علف نسبه قليله جدا، يعني ما تذكرش. يعني ممكن شكاره عليقه تبقى عندك تعملي بيها مشروعين، مره واللي بعدها كمان، يعني مرتين ورا بعض، لان انت هتبيع ان شاء الله على عمر اسبوعين. فرضا ان انت معكيش فلوس مثلا، او الفلوس معاكي مش هتكمل ان انت تجيبي مثلا بط. البط بيبقى سعره غالي شويه يا جماعه. طبعا لما بتكوني جايبه كميه بيكون السعر تجاري، غير اما تكوني جايبه كميه بسيطه للبيت كده، لا. اما تكوني جايبه كميه وتكوني معرفه اللي انت المعمل اللي انت بتجيبي منه ان انت هتاكلي منه عيش ان شاء الله، هيقللك السعر شويه وهيديلك بسعر تجاري. البط بيكون سعره اعلى من الفراخ. طيب فرضا ان انت معكيش فلوس قد كده، يا اما عند قدامك حاجه من الاتنين: يا اما انت تشتغلي اجل، يعني انت تقولي للمعمل انا هشتغل واما ابيع اجيب لك الفلوس، او ان انت ما تربيش في الاول بط لحد ما يبقى معاكي راس مال ان شاء الله، وتعملي تجيبي الاول كتاكيت بلدي. الكتكوت البلدي بيكون سعره رخيص عن البط كتير. او كمان حاجه كويسه جدا الكتاكيت الفيومي، لان كل الوقت بيربيها عشان البيض. او ممكن تجيبي برابر فيومي. برابر الفيومي برضو، وتعلن عنها قبلها باسبوعين كده في الفيسبوك مثلا، او في المجموعه بتاعت بلدكم، ان انت بعد اسبوعين هتطلعي دوره فراخ فيومي ان شاء الله. والله يا جماعه يعني ان شاء الله هتكسبوا فيها كتير ان شاء الله. يعني انت هتجيبيها بقى لمدة اسبوعين، هتأكلها في الاول هتاكل معاكي كمية بسيطة جدا، وبعدين بعد اسبوعين تطلعيها تقولي بقى فراخ البيض كله بيدور عليها، وكله بيخاف من فترة التحضير دي يا جماعة، فبيستسهلوا احسن وياخدوا الفراخ اللي هي الكبيرة، او اللي متحضنة، مش اللي هي عمر يوم. يعني الكتكوت البلدي دلوقتي عامل حوالي مثلا 6 6 ونص. هتقعديه عندك لمدة أسبوعين، أقل حاجة هتبيعيها هيبقى الاتنين ب25 30. هتكسبي فيه الضعف إن شاء الله مدة أسبوعين اتنين بس. ده لو معكيش فلوس كتير، يعني أو معكيش فلوس تجيبي بط، لأن البط بيكون غالي.
الاسهل من الفراخ هو البط، لان البط مش محتاج مثلا منك اضاءه، او مش محتاج درجه حراره عاليه، ومناعته بتكون قويه خالص. يعني اللي مش عارف في التربيه قوي يجرب في الاول في البط البكيني، يجيب مثلا دفعه بط بكيني حوالي 100، جربي في 100 مثلا، وهاتي 100 او 50 حتى، هاتي 50 وربيهم عمر يوم طبعا، وربيهم لمدة أسبوعين. مش هياكلوا معاكي نص شكارة عليه، يعني حاجة بسيطة خالص، يعني فلوس لا تذكر يعني بالنسبة للمشاريع اللي ماشية دلوقتي، أو أي مشروع تاني هتبقى فلوس قليلة. وبعدين ممكن كمان تتفقي مع اللي انت بتجيبي منه ان انت هتربي آجل أو هتديله آجل، يعني آجل يعني بعد ما تبيعي تديله فلوسه. وهي الحكاية كلها بتبقى أسبوعين 2 بس إن شاء الله، والفلوس بترجع لك تاني إن شاء الله. البط الباكيني مثلا عامل الوقت 10 جنيه، الفرنساوي عامل 10 جنيه، البيور عامل 15. انت هتقعديهم عندك لمدة اسبوعين، وهتزودي على كل بطة حوالي 10 جنيه عشان يجيلك مكسب، وانت وشطارتك طبعا. طب فرضا حد يقول لي انا ما بعرفش في التسويق او ما عنديش مكان. التسويق زي ما قلت لكم كده يا جماعه، هتنشروا في الجروب بتاع بلدكم، وتقولوا ان شاء الله هيطلع دوره يوم كذا، وبالحجز وكده ان شاء الله هتتاخد منكم، او ان انتوا تروحوا اسواق البط اللي عندكم. طبعا في ناس يعني تتكسف يعني ان هي تقعد في السوق، طبعا انا عارفه ان كله كده. انت هتتفقي مع تاجره، بس اوعي تاخدي البط معاكي وانت رايحه، او الفراخ معاكي وانت رايحه. انت لازم تروحي الاول يوم قبلها وتشوفي السعر ايه اللي ماشي في السوق، وتتفقي مع تاجره تقولي لها مثلا انا هجيب لك من الناس اللي بتبيع عادي، انا لو جبت لك مثلا عدد كذا ايا كان بقى اللي انت هتربيه، وتاخديه وتبيعوا لي وتاخدي نسبتك، او ان هي تشتري منك ويطلع لها حسناتها منه يعني. فان شاء الله ربنا هيسهل لو انت يعني اتكلت على الله وبدأت المشروع، ربنا هيسهل لك التسويق ان شاء الله، وان شاء الله هتعمليه مرة واثنين وثلاثة. طيب اللي ما عندوش مكان، اللي ما عندوش، يعني في ناس كتير ما عندهاش سطح ولا كده. هو زي ما قلت لكم كده ان تربيه الطيور لمده قصيره مش عايزه مكان كبير ولا حاجه. يعني ممكن انت لو عندك صندوق ممكن تعملي فيه كل اسبوعين حاجه كده، برضه هتساعد معاكي في الظروف او في المعيشه. يعني لو انت عندك حتى مجرد صندوق، فرضا ان انت ما عندكيش سطح او كده، عندك بلكونه، ممكن تروحي للنجار ويعمل لك بطاريه تسمين. وده بيبقى كمان انجح من السطح، لان بطاريه التسمين الامراض ما بتجيش فيها زي السطح، زي ما يكون الطيور على الارض. لما بتكون الطيور على الارض لازم تطهري، ولازم لو كان عندك طيور قديمه قبل كده بتاخد العدوى. لا، في بطاريه التسمين مش هتحتاجي ان انت حتى تجيبي ادويه، وان شاء الله مش هتحتاجوا تجيبوا ادويه، لان انتوا هتربوا لمده اسبوعين 2 بس. واغلب الطيور اللي لو جايبه انت من معمل كويس بتكون متحصنه. البط مش هتحتاجي له حاجه ان شاء الله، مش هتحتاجي له تحصينات ولا حاجه، وكذلك برضو الفراخ يعني لمده اسبوعين مش هتحتاجي برضو تحصينات. فرضا ان انت ما عرفتيش تبيعها بعد اسبوعين، ممكن تستني الشهر، وبعد كده برضو تعملي اعلان ان عندك فراخ للبيض ولمده شهر، عمرها شهر هتتباع منك والله ان شاء الله. يعني انت تقدري تبيع على عمر اسبوع، هيكون بسعر تزودي 5 جنيه ولا حاجة. ممكن تبيع على عمر اسبوعين تزودي اقل حاجة 10 جنيه على الثمن اللي انت جايباه. ممكن تبيع على عمر شهر، ده بيكون ممكن يبقى بالكيلو، ممكن يبقى بالواحدة، بس في الافضل طالما شهر لسه صغيرين كده بيكون تبيعي بالواحدة، ما تبيعيش بالكيلو. ممكن برضو تستني لحد عمر تبشير البيض، وده ده بقى اللي بيتباع بالكيلو، بيكون سعره غالي جدا، بس ده طبعا مش هيكون يعني حاجة، مش هيكون حاجة متاحة او كويسة للي ما عندهوش مكان. انا بتكلم للي ما عندوش مكان قوي. يعني لو عندك حتى بلكونه، النجار ممكن يعملها لك بمقاس البلكونه، بتبقى رفيعه كده وطويله، وكمان بتبقى كذا دور، وكمان مش هتوسخ المكان ولا حاجه. يا جماعه اللي خايف يعني يقول بلكونه وهننشر فين وكده، مش هتوسخ المكان، لان بيبقى تحتها ادراج، بيكون الطيور على شبك تحضين كده، بيبقى زي المصفى كده او مخرم، الفضلات بتاعه الطيور بتنزل على الادراج دي، وبتسحبيها وتتخلصي منها وترجعي الادراج دي تاني مكانها، يعني مش هتبهدلك المكان ولا حاجه ان شاء الله.
بس دي مشكلتها برضو، عشان ما اضحكش عليكم، ان بطاريه التسمين يا جماعه بتكون غاليه. لو انت هتعمليها معدن اغلى واغلى، لو انت هتعمليها خشب برضو غاليه. فلو انت هتعملي المشروع ويفضل معاكي مده طويله، يستحسن ان انت تعمليها، لان هتبقى 3 ادوار ان شاء الله. مش هتقدري تعمليها، ممكن ان انت تعملي جزء من البلكونه بتاعتك وتنضفي اول باول، يعني عشان ما يجيش ريحه. بس هو برضو يا جماعه زي ما قلت لكم كده، ان هو لمده اسبوعين مش هيلحق يعمل معاكم، مش هيلحق يعني يبهدل لكم المكان قوي. ممكن تفرشوا مشمع وفوقه حاجه مفرش قديم ولا حاجه، وتربوا عليه الطيور عادي لمده اسبوعين. ده احسن حاجه ان انتوا تربوها. مش هتتبهدلوا يا جماعه، مش هتعوزوا مكان كبير، مش هتتكلفوا كتير في العلف، لان اكتر حاجه مكلفه في تربيه الطيور هي العلف طبعا. مش هتحتاجوا تنضفوا كتير، لان الطير وهو صغير ما بيعملش فضلات كتير. لكن لو انتوا فضلتوا خليتوا البط عندكم او الفراخ لعمر كبير، ده اللي هيبقى عايز تنظيف كتير وعايز عمالة وعايز شغل. لكن العمر اسبوعين ده جميل جدا، او العمر شهر بالنسبة للفراخ البلدي. يعني خلاصة الموضوع، ما عندكيش امكانيات كتير او كبيره، معكيش فلوس كتير تجيبي فراخ بلدي اول باول كده، يعني كميه بسيطه، وتاني مره هتلاقي نفسك بتزودي الكميه. وممكن تبيعي على عمر اسبوع واحد لحد ما يبقى معاكي فلوس تقدري تجيبي علف تاني، او تقدري تكملي يعني. وممكن تبيعي على عمر اسبوعين، وممكن برضو اللي ما يتباعش منك تخليه عندك لحد عمر شهر، هتبيعيه عادي برضو بسعر اعلى. اقل حاجه هتقدري تبيعي فيها يعني اسبوع، هتزودي 5 جنيه على تمن الكتكوت، زي ما يكون انت جايباه، وممكن اكتر كمان. طبعا ده حاجه انت وشطارتك. بعد اسبوع هتزودي 5 جنيه، بعد اسبوعين هتزودي اقل حاجه 10 جنيه. يعني مثلا البطه الباكينيه لو انت جايباها ب 15 جنيه فرضا، ده اقصى حاجه يعني، هتبيعيها بعد اسبوع ب20 جنيه، بعد اسبوعين اقل حاجه 25 جنيه. والله يا جماعه انا كنت في السوق وبسال على بطه يعني ما تكملش حاجه، يعني ممكن يكون عمره اسبوعين، والله كانت ب50 جنيه يا جماعه، ب50 جنيه. يعني انت تصوري انت لو جبتها ب15 جنيه وبعتها ب50 جنيه، شوف ان شاء الله هتكسبي قد ايه. والاحسن كمان من الفراخ البلدي والبط البكيني البغال او المولر. بلاش مسكوفي يا جماعه، للي مش ما عندوش خبره في التربيه شويه، بلاش مسكوفي في الاول، لان لحد ما تكتسبوا خبره، لان مناعته بتبقى اقل بكتير من الانواع اللي انا بقول لكم عليها دي. اللي هيمشي معاكم في الاول هي الفراخ البلدي او الديوك الفيومي، عفوا البرابر الفيومي، دي اللي هتمشي معاكم خالص. لان الناس كلها متجهه ان هي تربي فيومي. انا بقول لكم على الانواع اللي هتمشي معاكم، كتاكيت بلدي للبيض، او كتاكيت فيومي، او ده اللي معهوش فلوس، اللي معاه يعني شويه فلوس كمان زياده، يبقى بط بكيني او بط مولر. بلاش مسكوفي، بلاش مسكوفي يا جماعه، عشان اللي ما عندوش خبره. بعدين بقى ان شاء الله لما تكتسبوا خبره هتجيبوا كل الانواع وما يهمكوش اي حاجه. لكن انا بتكلم على اللي ما عندوش خبره ولسه بادئ. بس برضو لو هتشتغلوا في فراخ فخليكوا في فراخ، فخليكوا فاكرين ان انتوا هتحتاجوا مثلا لمبة، سلك، محتاجين تدفئة كويسة. اللي عايز يعرف يربي كويس ازاي، هتلاقوا فيديو على القناة بتاعتي اسمها تربية الفراخ الفيومي من الألف للياء. هتعرفوا ازاي تظبطوا درجة الحرارة حتى لو انتوا يعني ما عندكوش اي خلفية، وتأكلوهم من عمر يوم لحد ما يوصلوا لعمر البيض ان شاء الله. بس زي ما قلت لكم كده، ان انتوا مش هتربوا لحد عمر البيض ولا حاجه، للي بادئ. اللي عايز يكمل عادي، ده اللي عنده امكانيات. بس يعني هتحتاجوا فلوس اكتر، يعني علشان تاخدوا ارباح المشروع هتستنوا فتره كبيره، وده طبعا مش هيبقى كويس للي بادئ مشروع صغير يعني. اما لو خليتوها عندكم لمده اسبوعين هتقبضوا الارباح على طول بعد اسبوعين. وبعد كده تقدروا تكملوا بقى، يعني تعملوا المشروع من اول وجديد، ويجيلكم الارباح تاني بعد اسبوعين. يعني في شهر هتكوني عامله المشروع مرتين. اما لو انت سبتوهم عندك مثلا لحد التبشير، اقل حاجه هتسيبوهم عندك 4 شهور عما تحصلي على ارباح. يعني هتفضلي تصرفي مده كبيره خالص، وبعدين يجيلك ارباح في الاخر. وكمان بيكون بسعر الكيلو، يعني انت وحظك بقى، البورصه عاليه او قليله، المكسب مش انت اللي بتحدديه خالص، بيكون تبع سعر اليوم.
فالاحسن زي ما قلت لكم كده، وان سر نجاح المشروع ان هو لمده اسبوعين وتبداوا تبيعوا منه ان شاء الله، ان شاء الله تؤجروا فيه ان شاء الله. وربنا يهون علينا فترة الغلا دي يا رب كلنا، ويرزقنا من حيث لا نحتسب يا رب، ونكون سبب للخير لبعض والرزق ان شاء الله. واللي حابب برضو يستفسر عن اي حاجة، حتى لو بدأتوا المشروع ان شاء الله ربنا يجعل لكم الخير يا رب. اللي حابب يستفسر عن اي حاجة يكتب لي في التعليقات وانا ان شاء الله برد عليها على طول. ما تنسوش اللايك يا جماعة لو تكرمتوا زي ما قلت لكم، واستنوا الفيديوهات اللي جاية ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.